ومن جديد هي الأقرب. محاولة هنا بالراس، محمد مصر يحاول عبور بهذه الكرة من محمد مصر لمهدي كامل. هي هذه كرة خطرة داخل منطقة 18 عرضية تلعب والابعاد من ماكنزي. ابعد الكرة وهنا ياتي من الخلف. الاول طاهر حميد من الخبرة، فهذا الشيء ليس بالجديد عليك يا طاهر حميد. هز المدرجات بهتافات الجماهير للنجف لغزلان البادية. طاهر حميد يسجل أول أهداف المباراة، الهدف الأول. أعدها لنا يا مخرج، أعدها لنا يا مخرج بطريقة كبيرة وجميلة لطاهر حميد. هذه التمريرة والرأسية الخاطئة من خارج منطقة 18. الله 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 الله، والله لو وضعت مع ريباس عبد الله 3-3 من الحراس لن يتمكنون، لن يتصدون لهذه الكرة. مسطرة يا ولد، مسطرة يا ولد، جابها وحطها بمكان وبزاوية قاتلة. تصعب وصعبة جدا أن يتصدى لها الحارس. تربية رياضية أيضا ابن الحكم الاتحادي الأستاذ جاسم نعيم. تلعب الكرة للأمام وعدت من جديد. هذا معين، هذا معين أحمد. معين مرر هذه كرة ذكية. الجول الثاني، الجول الثاني، جول ثاني. مهدي كامل يسجل هدف ثاني. صب غضب النجف بمرمى أربيل. مهدي كامل يغضب بتلك المحاولات ويعود يترجم الكرة بشباك أربيل بهدف ثاني. الهدف الثاني من مهدي كامل. مرت 5 دقائق على الهدف الأول ويأتي بالخبر السعيد خلال الدقيقة 25. هذه من معين جميلة، أعطاها على طبق من ذهب، ومهدي كامل حطها في سقف المرمى بهدف ثاني لنادي النجف. شاهد معين هذا المرور الجميل، مرر وهيئ الكرة بذكاء. مهدي كامل راحت عالية بالزاوية ولكن بسقف المرمى خادعت الحارس والمدافعين، خشت الشباك وجاءت بالخبر السعيد. سجلت الهدف الثاني لنادي النجف. الأطول تعود مرة أخرى للحارس ريباز. هاني من هاني لعلي ابراهيم، يخطب هذه الكرة، هي على طبق من ذهب. هذه جول وهدف التعديل. غلطة الشاطر بلف، غلطة الشاطر بلف وتكلف هدف، ويأتي هدف تقليص الفارق. أربيل يعود، أربيل يعود ليكسر القيود بملعب النجف. يعود وأصبحت نتيجة المباراة 2-1. هذا الخطأ من الحارس وخطأ المدافع وجاء هدف تقليص الفارق. شاهد هاني شاكر أخطأ بتسليم الكرة لعلي إبراهيم، والتسديدة من خارج منطقة 18 بذكاء جاءت بهدف تقليص الفارق، حتى أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. تصبح نتيجة المباراة نعم 2-1. روى يوسف يستغل هذه الأخطاء الدفاعية ويسجل هدف تقليص الفارق. محمد محسن وتغيير الكرة هنا. المحاولة هنجاو للأمام، هنجاو محمد. هذا أمجد راضي، أمجد راضي يحاول القاضي من أمجد راضي، ومرة أخرى روى يوسف للقاضي 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 للقاضي. جول لأمجد راضي. راضي ولا ما راضي؟ هذا أمجد القاضي يسجل هدف قاضي وهدف التعديل لنادي أربيل. هدف التعديل لنادي أربيل أمجد راضي، وبتاريخ تلك المواجهات الهدف الشخص السابع بمرمى نادي النجف عندما كان لاعبا
لأربيل، سجل 6 أهداف وبعدها مثل النجف، واليوم عاد لأربيل ليسجل الهدف السابع بشباك نادي النجف. أمجد راضي القاضي يسجل هدف التعديل لنادي أربيل. جميل، هذه التمريرة من روى يوسف، سجل هدف وصنع هدف ثاني وحطها بأقدام أمجد راضي القاضي. شاهد التمريرة، كان الكل يظن فيها راية وفيها تسلل، لكن لا تستسلم إلا تستمع لصافرة حكم المباراة. الانتظار والتريث لا يجري بهذه الدقائق الخمسة. هناك من يقول لكل حادث حديث، بدأ حديث الوقت الإضافي، بدأ حديث الوقت الإضافي بهذه الخمسة. وشيركو يحاول، شيركو، هي هذه الكرة، والثالث 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 والثالث، جول ثالث محمد شفال، ودخول شفال هو فال خير على أربيل، فال خير على أربيل. محمد شفال البديل الجميل يضيف الهدف الثالث بالمباراة بالدقيقة 91. يأتي الهدف الثالث ليخيب آمال عبد الغني شهد، يخيب آمال عبد الغني شهد ويضيف الهدف الثالث. شيركو صال، شيركو جال، وشيركو حطها بأقدام شفال، وجاء بالهدف الثالث. مر شيركو، تلاعب بكرار عامر وحطها بأقدام شفال. القادم من الشرطة، ما زالت الحان القيثارة بأقدام شفال، ما زالت الحان القيثارة بأقدام هذا اللاعب. سجل الهدف الثالث بالمباراة محمد شفال.